انا فاكر اليوم ده كويس، واقف في الصيدليه والرف قدامي مليان شامبوهات، ودخل واحد وقال لي القشره مبهدلاني ومش مستحمل شكلها. هزيت راسي بثقه وسالته كام سؤال علشان ابان مسيطر، بس الحقيقه انا ما كنتش عارف هي قشره فعلا ولا فطريات ولا سيبوريك درماتايتس. الرف قدامي مليان شامبوهات انتي داندروف، سترونج، اكسترا كنترول. مسكت واحد منهم علشان مشهور، مش علشان فاهم مادته الفعاله ايه ولا تنفع لحالته ولا هتزودها. السؤال بقى اللي فضحني، قال لي بقى استخدمه كام مره. وقتها ادركت اني ما اعرفش كل مره ولا مرتين ولا لا. اصلا كنت بجاوب وانا بتمنى الاجابه تطلع صح. بعد اسبوعين رجع لي، ما كانش غضبان بس كان محرج مني. القشره زادت وفروه راسي بقت بتولع. في اللحظه دي انا ما زعلتش منه، زعلت من نفسي. انا دكتور صيدلي بس كنت بعالج القشره كانها نوع واحد. قال لي جمله كسرتني، انا وثقت فيك يا دكتور. وساعتها فهمت ان الجهل في الكوزمو مش بس خساره بيع، ده اذى. القشره مش بس شامبو، واللي بيعالجها كده بيعالج من غير ما بيفهم. بعد الموقف ده قررت اتعلم بجد. دخلت الكوزمو في جيبك، كورس يفرق لك بين انواع القشره، يفهمك امتى تعالج وامتى توقف وامتى تحول. وبعد 12 يوم بقيت ابص على فروه الراس وافهمها واختار الشامبو مش بس اسم، واقول خطه علاج مش بس تجربه. لو حسيت ان اللي اتقال ده حصل معاك قبل كده، ابعت لنا رساله فيها الكوزمو في جيبك، وخد اول خطوه صح قبل ما تكرر نفس الغلطه تاني.